انا عندي الموبايل المساحة بتاعته مليانة جدا، ومهما اعمل فيها ما بتفضاش. خليكم معايا شوفوا هنعمل ايه مع بعضينا. طبعا انتوا عارفين انا قناتي ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي صباح الخير، معاكم قناة يوميات مانجا. حبايب قلبي وحشتوني جدا جدا، وان شاء الله انا جايه لكم النهارده بفيديو جديد جدا. مساحه التخزين بتاعه الموبايل، مش عارفين نشتغل على الموبايل، مش عارفين نثبت حاجه، مش عارفين كده. هنعمل ايه؟ طبعا المشكله دي بتقابل ناس كتير، انا اول ناس طبعا بتقابلني المشكله دي. ولقيت لقيت حاجة كويسة، قلت ايه نبقى مع بعضينا ونعرف بعض. يلا ما صلي وسلم على سيدنا محمد. حبايب قلبي نبتدي ندخل في الفيديو اللي احنا هنعمله. اول حاجة هنعمل ايه؟ جوجل بلاي زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هنلاقي الصفحة دي. ندخل على الايقونة بتاعت القناة بتاعت. نعمل ايه؟ عندكم في هنا علامة الاكس هنا كده، هندوس عليها ونعمل ازالة تطبيقاتي والعابي. ندخل فيها، مكتوب هنا إدارة. ندخل على الإدارة، في سهم جنب التطبيقات المثبتة، ندوس كده هنلاقيه تحت في تطبيقات المثبتة. ندوس على التطبيقات الغير مثبتة، ندوس عليها اللي احنا نزلناها او اي حد نزلها من الموبايل وما اتحذفتش من داخل الموبايل. بص المساحة كبيرة جدا طبعا. الحاجات اللي هي تطبيقات. نعمل ايه؟ نحدد التطبيقات اللي احنا عايزه تتحذف. ندوس كده 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 كده، اتمسحت. تمت ازاله 3 تطبيقات. ماشي. في مثلا عايزين ترجعوا اي تطبيق من عندكم، هنا كده اهو هوريكم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اي تطبيق هنثبت دول كده، او نثبت واحد واحد كده. تثبيت بيجي معاكم بالطريقة كده، بيتثبت معاكم البرنامج او التطبيق اللي انتوا عاوزينه. خلاص كده تثبت موجود معاكم. ودي الطريقة يا حبايب قلبي اللي هي طريقة ممتازة جدا. وجوجل كروم كده كده، ندوس على ال3 نقط اللي فوق دول. ندخل على الاعدادات دي كده. ندخل بقى على اعدادات المواقع الالكترونيه. اعدادات المواقع الالكترونيه، ندوس كده على اعدادات المواقع الالكترونيه. ننزل تحت خالص كده، البيانات المخزنه شايفين ديت كده. ندوس عليها كده. حذف. بصوا مكتوب حذف كل البيانات، بس ما تقلقوش الحاجات دي موجوده عندنا. مش هنمسح حاجه من اللي انتوا عايزينها، ما تقلقوش خالص. بس دي احنا بنعمل بنفضي مساحه يعني ايه كافيه عشان نقدر نعمل اي حاجه عليه. ونروح عاملين مسح، ما تقلقوش مفيش اي حاجه. هنا تظهر هنا الملفات التي تحفظها بالاعداد الالكترونيه كده. خد في مساحه تانية مليانه في الموبايل. هنعمل ايه؟ نخرج خالص كده، نخرج ندخل على الواتساب بتاعنا كده. بندخل على الواتساب، اي صفحة مثلا احنا مش عايزينها بندوس عليها كده. مش عايزين المحادثة بندوس على 3 نقط، وفي المزيد ندوس عليها مسح محتوى الدردشة. كده احنا مسحنا الدردشة اللي في الواتساب. نعمل برضو بنفس الشكل كده خلاص. وبعدين ندخل، هيكون برضو عندنا المساحة ممتلئة. ندخل على المعرض بتاعنا بتاع الصور. نشوف طبعا هنا في صور عايزين نمسحها. بنعمل ايه؟ بندوس كده مثلا، بندوس كده كده كده، ونروح عاملين مسح كده.
خلاص اتمسح. موجودين عندنا هنلاقيهم موجودين عندنا برضو في المحذوفات المؤخرا اللي احنا بنحسبها في الاخر. هنا بقى هو بيقول لك ايه، خلال 30 يوم بيتمسح المحذوفات دي بتتمسح لوحدها بعد 30 يوم لو انت ما مسحتهاش، لكن احنا عايزين نمسحها ونعمل اخلاء للمساحة. بندوس هنا كده حذف بيتمسح، لا توجد صور او فيديوهات. خلاص ماشي. مسحت ومحتاجة انا مسحت ايدي جت على حاجة وطلعت غلط، وكنت عايزة ان انا الصورة ديت اللي انا مسحتها. بخرج من هنا كده وبجيب هنا، بصوا فيه كده المحذوفات، ندوس عليها. بصوا حذف الملفات بنقول، وبعدين نخرج هنا كده ندوس هنا كده. كل الحاجات دي انا اللي انا حذفتها مؤخرا، وانا محتاجة مثلا صورة مثلا دي، بندوس كده وبيقول لك ايه استعادة اهو. بصوا مكتوب ايه استعادة، نقول استعادة. اوكي. لو عايزين ان احنا مسحناه ما تنسونيش بقى في اللايك والشير يا حبايب قلبي، وشكرا ليكم حبايبي على الكومنتات الجميلة اللي انتوا بتكتبوها لي. شكرا ليكم يا حبايبي، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.